الفل والورد والياسمين، اخباركم ايه يا حبايب قلبي؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب تكونوا في اتم صحه وتكونوا في احسن حال. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. واحده واحده الايام بتجري كده والصيف هيخلص، خلي بالك. بس هيخلص بعد ما يخلص علينا احنا ساحنا. بصوا بعد ما جينا هناك فرق والله العظيم. يعني شوف كنا في جو ايه وجينا في جو ايه بصراحه. بس برضك البيت وحشنا. طبعا جينا وفضيت الشنط وفطرنا والكلام دوت ونمنا. يعني نمنا كتير قوي لانه كنا بصراحه يعني بصوا جعانين نوم والله العظيم. اصل احنا ما كناش راضيين ان احنا نفوت اي لحظه في الرحله دي ما نعيشهاش. فعشان كده بصراحه ما نمناش خالص ولا كنا مهتمين بالنوم. فجينا بصراحه يعني توخمنا في النوم. بس فتعالوا مع بعض كده نعمل روتين حلو كده للبيت ونشوف البيت يعني ايه اللي ناقصه بعد الفسحه الجميله دي. ويا رب تتكرر تاني الصراحه. خليكم معايا كده وما تنسوش تصلوا على النبي كده يا حبايب قلبي. اللايك يا حبايبي. يا رب يخليكم ليا. ورجعنا لكم تاني يا حبايبي. والله العظيم البيت وحشني وكل حاجه وحشتني من مصعب. ريحه البلد كده وريحه البيت وريحه بص الهوا يا جماعه. انا طايره بس من المبرد، هوا اصطناعي. هوا يمرض. والله العظيم يا جماعه بجد الواحد يعني اكتر حاجه صعبانه عليه ان هو سيبها في الرحله دي كلها، بغض النظر عن الاستمتاع اللي استمتعناه. الهوا جينا هنا كده بقى للهوا اللي يجيب المرض. والله العظيم يعني الحمد لله على كل حال. بس ان شاء الله هتتكرر. بس اكتر حاجه معصبوني في المشاوير دي كلها والحته دي الواد عبد الرحمن ده. طول النهار ده بيحلم بالبحر، وكتاب لما يحلم بالبحر ال 24 ساعه. مو البحر. طب انا اجيب له بحر منين عارفين انا بعمل ايه لكم؟ انت تخيلوا انا بعمل ايه عشان خاطر ينسى يعني يعيش لحظات البحر. والله بجيب الطشت وبملاه ميه واقول له عوم يا عبدو. اعمل ايه؟ طب ما عنديش اوسع من كده. عوم في البحر يا عم، اعمل لك ايه؟ رجعنا برضو ايه، قلت اروج البيت كده. بس احنا طبعا خدنا استراحة. قعدنا يوم كامل نايمين والله العظيم، اقسم بالله زي ما بكلمكم يوم كامل نايمين. يعني احنا داخلين البيت هنا كده مع وش الصبح، يعني في الفجرية كده. قعدنا ليلة يوم كامل نايمين فيهم، ما كناش شبعانين نوم. ولغاية اللحظة اللي احنا فيها مش شبعانين نوم والله. لان احنا قضينا اسبوع وزيادة برا البيت، ما كناش بنشوف فيهم النوم خالص. كنا عايزين نعيش كل لحظة نستمتع بيها والله العظيم بجد. وكانت رحلة جميلة جدا بجد والله العظيم. رجعت بقى قلت اروج البيت واظبطه ونرجع بقى لروتينيتنا وكده. وبصراحة اكتر انتوا برضو وحشتوني والله العظيم. ناس كتيرة بيكتبوا لي يا بنتي يا فاطمة وحشتنا الروتينات بتاعتك، ارجع بقى لروتينيتك. حاضر يا جماعة، واحدة واحدة، انا بستجم شوية. والله يعني انا من رأيي كل حد والله العظيم فيكم يطلع فسحة عايز تقولي إيه يا باي؟ جرب لا، التسجيل انا يخلص. اصل انا كنت بفتكر ان كل واحده في واحده في التعليقات كل ما تشوفك لابسه النضاره مش عارف مالها اللي بيحصل لها. اه والله العظيم تقول لي والله وندفت يا بتقول لك انا مش فاطمه. عايزه اشوفك انا مش عايزه خالص. اشوف وشك في اليوتيوب تاني والله العظيم. هكمل له نعمل اي حاجه كده اوريكم بقى ده وكسب ايه. اللهم صل احلى جايزه والله العظيم. قيمتها كبيره جدا ما تتجلش بكنوز الدنيا. بصوا ده مصحف. انا مش عايزه افكه بس عشان خاطر ما يتبهدلش. بص شكله حلو ازاي، جميل. كده احنا بنقرا لو قرآن بنقراه في المصاحف الكبيره. بص شكله حلو ازاي، تحفه. ابو ادم جالها ينفعني دوت عشان خاطر وانا في الشغل مثلا ببقى عايزه اقرا قرآن احطه في جيبي سهل وصغنن. بص حلو ازاي. شكله عادي. كيس بابا ادم هناك كانوا عاملين مسابقه وكده، فايه راحوا كان في اسئله. فابو ادم من حظه جاله سؤال حلو يعني في الدين وكده. وابو ادم يعني ثقافته حلوه الحمد لله، فراح جاوب حلو. دي طبعا كريمات وحاجات يا جماعه كنا جايبينها من هناك. اللهم صل على حضره النبي. اوريكم ماشي، تعالوا مع بعض كده. اللهم صل على حضره النبي. بصي يا حبيبي ده مش انا قبل كده كنت حاطه ماسك وقلت لي يا فاطمه ايه ازاي بتحط الماسك وبتتكلم؟ انا ما كنتش اعرف والله، ما اعرف الحكايه دي. ربنا يخليكم ليا. طب انا على طول على فكره بحط مثلا، انا بص سحت بحط الماسك في وشي وبقعد اضحك واتكلم واعمل كل حاجه. فلا بصراحه انتوا فتوني في المعلومه دي. لما احطه تاني مش هكلم حد
ولا كأني موجودة. ده اسمه طمي سيوي، سيوي مش سوي، سيوي من سيوة. حلو جو والله العظيم للبشرة وحروق الشمس والكلام ده. انا وشي كان مسمر جو خلي بالكم، يعني بدأ يفتح تاني. بصوا افتحوا لنا كده هم. حلو جو هوريهولكم اها. اسمه طمي سيوي. بصوا بصوا يعني ده استعملوا ايه ده؟ للبشرة بس؟ بيتحط في البشرة للبشرة. بصوا بوزع على الوش كله زي ما انتوا شفتوه معايا. انا هقفله لانه بينشف والله، عايزه اقفل العلبة كويس عشان ده بينشف. تمام. وبيتوزع على البشرة على الوش كله كده، وبعدين بيتسيب حوالي ربع ساعة. هو النتيجة بتاعته بتبان من 5 دقايق والله العظيم. بس انا العلبة التانية اللي فيها الطعم الأول ده بسيبه 15 دقيقة. بصوا جبنا كمان ايه، هي شدت يعني نظري كده، فقلت ايه الحاجات الملونه دي. المدام خلي بالكم فاكرها حته تيكه. والله العظيم شبه. قلت ايه هو ده هريسه دي ولا ايه؟ فرحت قلت والله لا اجيبها واشوف. الراجل قال لنا دي بتتحط تحت الركن، تحت مش عارفه ايه. لما فتحتها ريحته جميل، ريحته حلوه جدا، ريحته قويه، بتشيل الطاقه السلبيه اللي في البيت، بتمنع الحسد، مش عارفه ايه الحاجات دي. دي اسمها اللهم صل على حضره النبي يا ربي. اللهم صل على حضره النبي. اسمها ايه قال لنا عليها ابو عيد؟ اللي يعرف اسمها يا اخواتي يكتبها. اسمها ايه؟ يعني نسينا اسمها بصراحه. اللهم صل، مش عارفه اسمها حجوره ملح جيره، مش عارفه اسمها ايه. حجوره ملح، حاجه فيها ملح. مش عارفه ايه. بص خلي بالكم ريحتها جامده والله العظيم، ريحتها حلوه، ريحتها حلوه جدا. كل لون ليه ريحه خلي بالك غير التاني يعني. الله بصوا اللهم صل على النبي. كل زلطويه، كل واحده من دي يعني لها ريحه مختلفه عن التانيه. في لون اصفر اهو جوه عجيبه. الله ريحتها جامده حلوه جدا اللون ده. فطبعا ايه، فانا رحت قلت ما فيش اكتر واحده عندي داخل البيت بتاعها طاقه سلبيه جد والله العظيم. فرحت جبت والله العظيم اقسم بالله، حتى الحمام بتاعنا مليان نم، قسما بالله مليان نم. مش عارفه ايه تفسيره ده، ولا ازاي اصلا يبقى فيه نمل، مش عارفه. في جبت انت زيت زيتون، وجبت برضو ايه خلطه للشعر اهي. بصوا الخلطة دي يا جماعة أقول لكم حوالي 7 زيوت. زيت زيتون، اللهم صل على حضرة النبي. زيت زيتون بصوا شكلها، وزيت جوز الهند، وزيت حبة البركة، وزيت سمسم، وزيت لوز حلو، وزيت ايه كمان اللهم صل على ده للشعر ده للشعر، دي للشعر دي عشان خاطر بنتي جانا والله العظيم. فانا انتوا قلتوا لي كمان يا فاطمه، في ناس كتيره كتبت لي يا فاطمه زيت باراشوت. خلي بالكم كانت في مره شماريه فاكرها حبيبه قلبي شمرين لو متابعين احلى ابو سعيد، كانت جايبه لي زيت باراشوت ده للشعر اللي هو زيت جوز الهند. بس انا ما اهتمتش، وهي بصراحه الجزازه ضاعت ما استعملناهاش. في حاجات كتيره جو مع النقل وكده، في شنطه كبيره جو وقعت ما كنا بننقل بالليل فضاعت. كانت فيها حاجات كتيرة، وكان فيها اكسسوارات حلوة جدا كانت جاية الجنة من الامارات برضو ضاعت فيها. كان فيها شنط برضو ما استعملتهاش والله وكانت حلوة. كان في توك وحاجات حلوة جو. بس يلا الحمد لله. بس فان شاء الله هبقى اجيبه. بس الخلطة دي اقسم لكم بالله روعة. انا لما حطيتها لشعر جنة كده حسيت ان الشعر بقى طري ورطب وحلو قوي وحلو في التسريح. الخلطة دي هبقى اوريكم كمان في مره وانا بسرح لجنى وبحط لها منه ماشي. وجبت كمان حنه، بس كيس الحنه مش عارفه حطيته فين. حنه بلدي حلوه جدا. ده ايه ده دوا كريمات لادم كان هو بيجيبها يقول لي بثبت الشعر مش عارفه ايه. ده جل صبر للبشره حلو جو برضه. استعملنا كتير برضه، احنا كنا بنجيب حاجات عشان خاطر البشره يعني كده. فايه بص ريحته يا محمد، بص ريحته لما فتحتها الله على ريحته جميله، ريحه الصبور. ريحته حلوه جدا. وجبت انا برضو يعني كحل للعين مش عارفه ايه حاجات كده يعني هبوريكم بعدين. تمام. ونرجع لكم تاني بقى يا حبايبي واكمل لكم قصه التعليق اللي انا بقول لكم عليه. في ست كده اختي يعني مش عايزه اغلط فيها،
يعني بص انت حتى انت مش محترماني بس انا هحترمك عادي، الاحترام اصول وانا بنت اصول. طبعا دي كل ما تشوفني مثلا لابسه كده ولا بالنضاره ولا الكلام ده تروح تعمل ازاي. هو والله يا فاطمه انا نفسي في حاجه، نفسي ربنا يحقق لي زي ما كتبت له تعليق قبل كده برضو حقوده هي. انا نفسي ان انا ما اشوفكيش في اليوتيوب، ونفسي افتح كده الاقيك اختفيتي من اليوتيوب خالص، مش عايزه اشوف وشك خالص، كل ما اشوف وشك اما اتعكنن. قلت لها والله العظيم انا ما رضيتش ارد عليها، كتبت لها ضحكه وسبتها، والله الناس نفخوها. انا بشكرك والله العظيم، ناس كتيره جو والله. على فكره قلت ايه يعني انا هسيبها الحبايب اللي بيحبوني هم بقى يقوموا بالواجب. طب ليه يعني ليه الحقد ده؟ زي ما انتوا مثلا لما انا شغاله برضو في التيك توك بلاقوهم ورايا، يعني كل مكان بروح بلاقوهم ورايا. يروح مثلا ايه التيك توك طبعا زي ما انتوا عارفين الارباح بتاعته والربح والرزق بتاعه بيجي من ايه؟ ما فيش اعلانات، بيجي من الهديه. فبلاقي مثلا ست محترمه تدخل تدعمنا حب يعني بتدعمنا محبه، فيروحوا يدخلوا لها في الخاص يقولوا لها دي عندها وعندها وعندها ودي ما تستاهلش ودي ما تستحقش، روحوا ادعموا فلان الفلانيه هي اللي تستحق، روحوا ادعموا فلان الفلاني هو اللي يستاهل والكلام ده كله. يروحوا ايه بقى قطعين ارزاق عشان يقطعوا الرزق، لدرجه ان واحدة والله العظيم ست محترمة جو بتدعمني وكده ودخلوا لها في الخاص، فراحت قالت لهم ايه، ردت عليهم رد حلو جدا، رد جميل. قالت لهم قطع الارزاق ولا قطع الاعناق، يعني حرام قطع الاعناق ولا قطع قطع الاعناق ولا قطع الارزاق، يعني قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. قطع الاعناق ولا مش انا قلتها كده يا ابني؟ نعم. بس فراحت ردت عليهم قالت لهم كي، راحوا ردوا عليها قالوا لها ايه، تخيلوا انتوا يردوا يقولوا لها حسبي الله ونعم الوكيل فيكي ان هي ايه ما تبعتهمش. شفتوا الحقد وصل لغايه فين؟ والله العظيم زي ما بقول دايرين يقطعوا رزق من كل حته، فدول طبعا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، يعني مش سايبيني. بس فحاجه والله العظيم انا قلت اقول لكم على اللي بيحصل والله العظيم. حتى في التيك توك انا قلت ايه, اليوتيوب يعني انتوا اللي نصحتوني بالموضوع ده، وانا والله العظيم بشكركم. وعايزه اقول لكم كمان ان الرحله اللي طلعناها دي والله العظيم طلعناها برضه على حس التيك توك. واحده حبيبه قلبي ربنا يخليها ست اسمها دليل من قطر، ربنا يا رب يديها خير الدنيا كله يا رب والله العظيم، ويحسن ما بين ايديها ويجعل لها في كل خطوه سلام ويبعد عنها كل مكروه يا قادر يا كريم. برضو دخلت فرحتنا، برضو رحنا قلنا ايه والله لا نطلع رحله ونفرح العيال والله حتى يعني كمان باقي الواحد برضه يقول اللي ليه واللي عليه ويشكر والله. يعني خلي بالكم احنا ما بننساش فضل حد علينا لا يعني. والله الحمد لله. يعني حتى شلنا جزء من المبلغ ده من بعد الرحله واشترينا حاجه بس مفاجاه يعني ايوه والله ان شاء الله العظيم الفيديو الجاي نوريها لكم ان شاء الله والله العظيم تاني. فهي ربنا يخليها يا رب ويسعدها، وبشكر كل والله العظيم الناس الحلوه اللي بتحب تفرح الناس، شكرا لكم بجد والله العظيم. وطبعا دعواتكم برضو لاختنا برضو من السعوديه اختنا دريم دريمي اسمها احلام يعني. فدعواتكم ليها يا اخواتي بزار الغيب كده ان ربنا يشفيها، ان عندها مرض الكانسر ربنا يشفيها ويعافيها ويشفي كل مريض يا رب. يا رب يا رب يشفيها ويعافيها. برضك اخت دريم دي انسانه طيبه جدا جدا والله العظيم، من بدايه ما ساعه ما قلتوا لي افتحوا صفحه على في البرنامج ده فتحتها وقفت معايا، وهي اللي قومتها لي والله العظيم الصفحه، وبقت تدخل كل يوم. انا مش عارفه اسمها صفحه ولا حساب، بقت تدخل كل يوم والله العظيم. لو في لو والله لو في اي حاجه ملحوظه هي شافتها كانت بتقول لي عليها، كانت بتقول لي اقتراحات كل يوم عن اليوم اللي جاي، تقول لازم يكون في تغيير وفي تجديد والله العظيم، وكانت تخليني اعمل حاجات كتيره وتدخل لي داعمين. ده الفرق يا ام ادم بين الناس اللي بتحبنا مش هقول لك والناس اللي بتكرهنا، مفيش حد بيكرهنا بس هم بيحقدوا علينا. ايوه هي الموضوع كله حقد. لما يدخلوا يقول ده عندهم وعندهم عزب وعندهم فاكرينك حميده ام حموده والنبي يا اخويا لسه نازله من الطياره دلوقتي والله. طب انا هقول لكم موقف والله العظيم بمناسبه الحقد والحقدين. طب انا اشتري والله العظيم يا ابو ادم يوم ما رحنا نشتري اوضه النوم دي، فانا قاعده بصورها واعملها، راح اعمل لي ازاي هو انت لازم تصورها عشان خاطر تعوضي ثمنها؟ يعني هو فاهم هو متابعنا والله العظيم صورة الكهف طبعا
وقت الكهف والله بنشغل قرآن على طول. على فكرة يا جماعة عايزة اقول لكم على حاجة، اقسم بالله نصيحة من اختكم، شغلوا القرآن ل 24 ساعة. انا بيت على فكرة كانت في حاجات كتيرة جوه ما تحصل والله العظيم وبتظهر عندك ايه، اقسمت بالله كانت رعباني من البيت، كنت بخاف من البيت جوه والله العظيم. بس انا عايزة اقول لكم والله العظيم تاني ان انا كنت عليه شوية واكره المكان واكره البيت، بس يعني انا كانت مش في ناس كتيرة طبعا بيقولوا ايه ان النمل ده، لا ده النمل اصل هو والصراصير ده مش والبتاع. حسد، انت كل شويه تقولي حسد، لا ده النمل ده علشان خاطر بيجمع للشتاء. عارفين اتاكدنا انه حسد ولا مش حسد من لما بنشغل قرآن. النمل ساب البيت كله، تخيلوا البيت كله، رغم وبقى انهم في ادم ال 24 ساعه والله بتنظف في زي ما البيت، انتوا شايفين. وراح دخلوا في القعده بتاعت الحمام. اقسمت تخيلوا انت بالله دي والله العظيم في الحمام. اول ما شغلنا القرآن. طب هقول لكم انا على حاجه والله العظيم زي ما بكلمكم، بعد ما جينا من السفر على طول فدخلت اوضه النوم، لقيت ايه، لقيت كورتين كده في الارض، حاجتين لونهم اسود كده، جرس كده مدوره. فايه ده يا ابو ايه ده، مجربت منها جوه انا مش عارفه احجج منها. ده ايه يا اخويا، ده لقيتهم جرصتين نمل كبار قد كده والله العظيم زي ما بكلمكم. قلت يا مصيبتي، لا حول ولا قوة الا بالله والله العظيم. بسرعة رحت شغلت القرآن، وطبعا اتصرفت على طول بيرسول وبتاع وكده، وكتاب الله اختفوا. طب هو لو في نمل في اوضة النوم ولا في اي حتة في البيت مش كنا نلاقي برضك فيه؟ يعني مثلا دول ماتوا، هم فين باقي كده، خلصوا النمل؟ استحيلة. فهو والله العظيم بيبقى حاسد، وفعلا والله العظيم احنا محسودين جو قوي. ولو انتوا بحثتوا برضو على جوجل ولا في اي مكان موثوق فيه هتعرفوا ان النمل لو كان موجود في الحمام يبقى ده حسد بعيد عنك، وفي حد باصص لكم في الرزق، حسد عن طريق الميل. ولو في نمل لو دخل في جوه اوضه، المطبخ. لو في المطبخ يبقى ست البيت يا اما محسوده يا اما بنتها الكبيره. وفعلا انا بنتي جانا محسوده والله العظيم. ناس كتيره جو والله العظيم بيبصوا لها بصة غيظ بقى يعني برضو اللي بيشوفها احسن من بنته بيحقد عليها بيحسدها والله العظيم. الحمد لله ربنا يحميها جنى، الله اكبر عليها. نرجع كده كان يقول لك يعني إيه، احنا طبعا يعني احنا عندنا شغل في البيت، وطبعا ام ادم بتعمل غدا للناس اللي شغالين. اي والله للصناعات دي بداية الشغل لسه، يعني ايه هندخل بقى في الغويط يعني لسه والكلام ده. بس بنأسس يعني بناء لسه. التأسيس صعب جو، خلي بالكم. والله اللي فاض مننا يعني الفلوس اللي فضلت مننا من فلوس الرحله الله يكرمها يعني، اللي حبيبتي دعمتنا بهم في حبيبتي التيك توك حبيبتي والله. حبيبتي ربنا قلنا يديك الصحة. نستغلهم من ايه، نطلع من جزء منهم الرحله والباقيين ايه نعمل اي شغل في البيت كده. والله العظيم. وان شاء الله انا عايزه برضك لو في ناس حابه انها تدخل عندي على التيك توك يجوا يشرفوني والله العظيم. بس انا عايزه الناس الحلوين المحترمين اللي بيحبوني بس، انما الحاقدين خليكم زي ما انتم، مش عايزيكم. عامله لنا كيكه يا اخويا، يا اخواتي عامله لنا كيكه صابون ام بتاع واد. ناشف. ده كيكه دي ولا جبنه دي ايوه ولا ده إيه؟ صابون. والله ابويا لو دخل صدفه يكون اقول هو. يا بنت الكلب عليك انت مخبيه مني الجبنه. الكيكه والجبنه مني جبنه وكيكه وطارق حلو ما شاء الله عليه هيجي منه. لا ده لسه ما نشفش. لسه ما بص يا نشف؟ بدر، بص يا بدر، طب الريحه عامله ايه هينشف. عشان ريحته حلوه مش وحشه ريحه صابون والله فعلا. العظيم. بس انا بقطعهم حتت صغيره عشان خاطر ايه، ما احطش الصابونه مثلا على الحوض ولا جهه، ولا جهه مثلا. ده صابون للغسيل العجل. يا ام واد ده. غسيل مواعين ده انا بغسل بيه والله العظيم. هوريكم وبيرغي. رغوه، تعالى اوريك. ماشي. لسه رغاها على الحوض، جبت لكم الميه هنا احسن تقول له ده حاطه فيه تبريد ميه. بصوا لا وكمان انا انا كنت شاكك فيه يا ام واد انه ممكن يطلع منه راغو. لا والله العظيم ده رغوته حلوه جدا يا بيضه. كمان انا هغسل مواعين الوقت اوريك. طلع شاطر يا ام واد، نجحت في الاختبار ده. بص يا واد من الرغوه طبعا ام ادم عملت له طريقه الصابون دي قبل كده يعني. بص هقول لك انا على حاجه، انا كنت عاملاها قبل كده وبعدين رحت جيت قلت لكم الحقوني يا جماعه الصابون مش راضي ينشف. ايوه اعمل فيه ايه، ورغوته بيضه وجميله. بصوا مش عارف قال لك زوديه بيبان حاجه. رحت انتوا قلت لي ايه زوديه. اللهم صل على حضره النبي البتاع اللي هو بطوس. جانا قالت لها بطوس فقلت لها يعني المتابعين مشتركين في عميله يعني. ايوه مش عاملاها انت لوحدك يعني. انت عاملاه عامل زي جيلي كده وشكله حلو يتاكل. بصراحه لما زود بص رغوته حلوه ازاي.
وريحته طبعا والله العظيم نقفل وريحته الفيديو بقى بالصابون ده. بصوا انا قطعتها حتت صغيره كده بحيث ان انا اغسل بالحته وخلاص واشوف غيره عشان ما تتعجنش، فاهمني؟ على قد الغسيل بتاعي. بس كده يا رب يعجبكم. بس والله هغسل بقى البوتاجاز واغسل بكم المواعين ده. بص المطبخ مكركب ازاي، والنبي لا توريهم البهدله دي. بصوا اغسل ما اوعى حد يقول عليا ايه العفونه ده، فاهم؟ انا خلاص بحب- نقفل بقى عشان ما ماشي. تقولش مننا. ماشي يا حبايبي، يلا اشوفكم على خير ان شاء الله. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لايكات لايكات لايكات.